اهلا وسهلا بيكم اصدقائي. يلا بينا النهارده نلخص ماتش الاهلي وسيراميكا في كام نقطة. مباراة صعبة جدا الحقيقة. الاهلي بدأ بداية سريعة جدا، مش بيحضر اللعب ياما، بيوصل بسرعة لنص ملعب سيراميكا ومحمد هاني طاير. الاهلي نزل بهجوم غير طبيعي نتيجة الضغط اللي على اللعيبة وعلى الجهاز الفني كمان. طبعا الاهلي مستعجل على الفوز، فبدأ بتريزيجيه وبن شرقي، ودي ما بتحصلش كتير ان هم يبدأوا اصلا في ماتش مع بعض. الادارة الفنية طبعا بتبقى فكرة. كابتن عماد النحاس بدأ بفكرة تريزيجيه وعمل واحد زيادة على الوينج الشمال وبقى فيه اتنين، ومش اي اتنين كمان، ده تريزيجيه وبن شرقي. لا، وكمان في حالة بناء اللعب سيراميكا، الاهلي مقفل جدا على البساط كويس، وكان واضح ان في تعليمات لتريزيجيه انه ما يسيبش عمرو السولية ابدا. كده يبقى الاهلي قفل على اهم مفتاح لبناء الهجمة، واصبحنا نشوف لخبطة كتير وبساط غلط كتير لسيراميكا في بناء اللعب. طبعا تريزيجيه وبن شرقي مبهدلين الدنيا في الوينج الشمال من تبادل مراكز وانطوهات، وكان الاهلي مش بيهجم غير من الخط ده. وبالفعل اصدقائي، باص من كوكا 1 2 بين بن شرقي وتريزيجيه، بيحط تريزيجيه ار 2 جميلة في شباك سيراميكا. بيبتدي هنا سيراميكا ياخد باله من ضغط الأهلي في البناء، بقى بيستنى على الكرة أكتر وبيسحب لعيبة الأهلي وبينزل وينج زيادة يستلم في نص الملعب. وابتدينا نشوف سيراميكا بيوصل